السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد طول انتظار، بعد كتير ما كنتش بصور، جيت اصور لكم ان شاء الله. هنعمل شويه تجديدات لذيذه كده تغير من المود ونفسيه الواحد في المطبخ والحمام باذن الله. واشتريت شويه حاجات كتير جدا من جروب اسمه رفيعكم، حلو جدا واسعاره حلوه جدا، والحاجات دي كلها شراء على فكره ودفع فلوسها. وتعالوا نتفرجها سوا، وبعد كده ان شاء الله هعمل فيديو تاني والحاجات دي وانا بركبها وبحطها في اماكنها. يلا بينا عشان ما نتكلمش دلوقتي. بعد ما احنا شلنا الحاجات هنبتدي نجيبهم حاجه حاجه ونتفرج عليها مع بعض، وبعدين طبعا في التجديدات هنشوفها مفيده ولا مش مفيده. وبما ان الجروب اسمه رفيعكم فاحنا هنبدا بالحاجات الرفيعه الاول. دي المفروض ان هي الاداه اللي بتغسل الازايز، او لو كوبايه غويطه، بس مش زي بتاعه زمان اللي هي فيها الشعر، في منها سيليكون طبعا. بس انا جبت دي، حسيت ان الاسفنج ده او الاسبونش ده هيدعك لي الحاجه من جوه، يعني لو كوبايه غويطه ايدي ما بتعرفش تدخلها، حسيتها مفيده يعني. طيب ايه تاني؟ جبت الازايز دي، لو انت رايحه النادي عجبتني شكلها جدا، حسيتها حلوه جدا لو انت رايحه النادي او على مكتبك في الشغل يعني، او لو عصاير تحط فيها عصاير في الثلاجه، هي ظريفه وكبيره بتشيل يعني. جبت الازايز دي، محدش يسالني على الاسعار لان بامانه انا مش فاكره اي اسعار، تمام؟ ولان طبعا حاليا انا ما اقدرش اقول سعر لان كل حاجه دلوقتي اسعارها عماله تغلى وبتزيد، فحتى انا قلت سعر فملوش اي لازمه. دي ازايز بلاستيك، اللي هي البوز بتاعها بيطلع لبره كده، اللي هي بيستخدموها الاطفال كزمزميات، بس انا مش جايباها كزمزميات، جايباها عشان احط فيها الزيت والخل، لان دي اكتر حاجه الغطا بتاعها بيفلت وبتقع مني وساعات تكب زياده عن اللزوم. فعجبتني قوي الفكره دي في ان انا احط الخل والزيت فيها واسحب بالبوز بتاعها ده، لما يطلع اخد على قد احتياجي، لان انا ما بحطش في الاكل زيت كتير وسمنه كتير يعني. طيب غيره اشتريت دول، ودي الشماعات اللي طالعه موضه ان هي شفافه بتلزق على السيراميك. انا عجبتني ان انا ممكن احطها في الحمام او في المطبخ، طبعا على السيراميك مش عارفه احط عليها طقم التوزيع، احط عليها لو واحده في المطبخ، واللي في الحمام ممكن احط عليها اللي فوق الاسبونشات والحاجات بتاعت الاستحمام، يعني لسه مش منسقاها بالظبط هحطها في ايه، بس هنعملها مع بعض ان شاء الله في التحديثات. هي عجبتني، جربنا منها واحده لانها بتلزق حلو، فان شاء الله تطلع مفيده وحلوه، بس بصراحه ربنا كل اللي استعملوها شكروا لي فيها جدا. تاني جبت دي ده العصايه بتاعتها دي، انا جبتها حاجه شبه اللمامه، المفروض ان هي اهي بتلزق اهي، هي عليها ورقه ان هي لما تيجي تسحبيها اللي هي بتلزق، اني مثلا جايباها للسراير السجاد، بدل ما انت مش قادره يعني مش بقدر اوطي او كده، انك بتمشيها كده بتلملك اي حاجات رفيعه، وبالذات للمراتب يعني بتيجي تغيري بقد ما بتنفضي المرتبه والسراير برضو بيبقى فيه الغبره والحاجات دي. فانا رحت صراحه ربنا الفكره بتاعتها عجبتني، وقلت ان انا ممكن بعد ما اجي انفض واخلص في الاوضه قبل ما افرش الملايات الجديده امشي عليها والم الغبار، اي حاجه رفيعه يعني مش شايفاها اهي اهي. هجربها مع السراير لان اكتر حاجه بتضايقني لان عندي حساسيه صدر، فالغبار بيقعد يكححني، فانا هجربها ولو حلوه فعلا انا هقول لكم عليها انها حلوه قوي، او لو مش حلوه هقول انها مش حلوه لان انا الحمد لله دافعه فلوس. طيب الكوبايات دي عندي من بدري، هي المفروض للقطر، بتستخدميها ان للكوبايات البلاستيك دي من بدري بتهيألي عندي يعني. بصي في القطر هي عباره عن سندات يعني بتحط فيها الكوبايه، المفروض ان دول بترتيهم معاكي في القطر في اي رحله في اي حاجه. طبعا الكوبايات البلاستيك لما بتكون في القطر بيبيعوا كل حاجه دلوقتي ورق وكرتون وحاجات بتبقى سخنه، فانا جبت دول على اساس اني احط الورقه الكوبايه الكرتون او الكوبايه البلاستيك، ويبقى ليها بابط بلاستيك كده اشرب منه ما تبقاش سخنه على ايدي. فهي دي فيها 1 2 3 4 5 6
الست ايه بقى، مش عارفه اسمها، التلبيسه، ستاند كوبايه ما اعرفش، بس هو حلو وفي ايد. بصوا اهي الورقه بتاعته، بتستخدميه زي كده. هي البتاعه دي قديمه بس انا مش عارفه يعني ايه، شدتني. هي المفروض ان دي في الاستحمام سيليكون زي ما انتم شايفين، بقى فيها الشعر ده. انا جايباها مش بضمير الاستحمام يعني، بس هي ليه في الاستحمام. انا جايباها على اساس ان انا احط عليها شاور واغسل رجليا، فطبعا كل واحد حسب بيستعملها. يعني انا مش بقدر اغطي، فعايزه اغسل رجليا من تحت مش عارفه اغسلها، فقلت ان انا هجيبها كده واحط عليها هنا شاور وكده واغسل رجلي يعني القدم من تحت. فكل واحد حر يستخدمها زي ما ان شاء الله هجربها، ولو لقيتها مفيده. في ناس بتستعملها في الرقبه مثلا كده اهو، او في الظهر. غالبا كده ان انت كده بتنضفوه، بس طبعا يعني مش عارفه، بس انا ما كنتش جايباها بنيت كده، بس لو انه اشتغلت خلاص هقول لكم ان هي شغاله مش شغاله. هنا معانا المقابض بتاعت الفيش، برضو من جروب بتاع رفيعكم. بصوا بقى، دي مش مشكله بتقابلني انا لوحدي، دي مشكله بتقابل ناس كتير. انا جبت 2 كعينه، والله لو نجحت هجيب منها طبعا وهتعجب، وهقول للكل بصراحه اشتغلت ولا ما اشتغلتش. المفروض ان دي هي فيها 2 بس مش عارفه ليه 2 يعني، يمكن هي بتستحمل بتشيل 2 مش عارفه. بتشيل 2 شكلها. هي المفروض ان دي علشان لما يكون معاكي فيشه بتحطيها هنا زي كده مثلا، يعني ادي اهي فيشه مثلا بحطها كده وخلاص بسيبها، ما بتبقاش مش عارفه اودي فيشه الخلاط فين، وفيشه الفيشه بتاعت الغلايه فين، او بتقعد تقع مني. بتحملي عليها الفيشه وبتثبتيها في الحيطه. فهي المفروض ان دي بتاعتها دي تثبت كده ولا ايه، اشوفها مرسومه ازاي. والمفروض دي هنا كده ازاي بقى، دي بتتركب ازاي؟ اهي اتركبت. المفروض ان انت بتثبتيها كده في الحيطه، وبتيجي من هنا في هنا دبل فيس اهو، بتلزقيه هنا اهو وتثبتيها في الحيطه، وبتيجي من هنا تحطي الفيشه بتاعت الخلاط او فيشه الغلايه اهو، وبتبقى بالطريقه دي. يبقى هي منها واحده بس وبتشيلي فيشتين. طبعا ايه، انا ساعتها اقعد اظبطها بقى. هي ليها نقطه من فوق بتحطيها اهي، بس اهي ظبط. انا جبت منها 2 علشان ممكن اجرب واحده، لو لقيتها نجحت هحط واحده مثلا في الاوضه اللي بنشحن فيها، يعني مكان نحط فيه شاحن التليفون ممكن هستعملها. طيب حاجه تاني اشتريت ده عباره عن السولوتيب اللي بيتحط على الحوض ان هو ما بيسربش الميه، او على الحاجات اللي هي تخص الميه اهو. ده السولوتيب اللي الاعلانات بتاعته ايه، بتقطعي منه وتحطي فما تخليش الميه تسرب. طبعا احنا نرمي وهننضف بعدين اهي اهو. السولوتيب ده فضيه، معرفش اقوله من فين، بس هو ده السولوتيب اهي بس من تحت. ده انا جايباه عشان الف بيه حوالين الحوض، وطبعا لما هنلفه هنلفه مع بعض واوريكم ايه الدنيا فيه. انا مش عارفه اوله فين واخره فين. مش عارفه فين اوله، عشان ما بس ما افتحهاش خليها لما ندخل في المطبخ ونوضب هوريكم ازاي هستعملها، وهنشوف مع بعض بقى شغاله ولا مقلب. ان شاء الله شغاله ان شاء الله. طيب دول انا جبتهم لان الكل شكر فيهم. دي للحتت اللي بتتنقل في السلك بتاع الحشرات. احنا عندنا فالمفروض لو هي الحته بتبقى كبيره فانت بتحطيها كلها، لا انت الحته اللي اتنقرت حته صغيره فانت بتقصيها، لانهم 4 بتقصيها كده وبتاخدي جزء على قد الجزء اللي اتنقر، او لو جزئين. انا جبت منها 3 علشان احتياطي. طبعا انا عندي جزء اتنقر في شباك السلك،
ومش غاليه يعني. انا على قد ذاكرتي لو كنت فاكره صح كانت عامله 10 15 حاجه شبه كده يعني. مش يعني مش غاليه الواحده. وبالتالي الواحده جواها واحده ولا اتنين مش عارفه. تعالوا نفتح ونشوف جوه الكيس واحده ولا اتنين عشان يبقى ايه. نفتح من فين؟ من هنا. تصدقوا جواه اتنين اهو. الكيس اهو جواه اتنين. لا ده جواه تلاته. الكيس جواه تلاته. والله اول مره افتحها قدامكم الحمد لله. كل الحاجات دي على فكره اول مره افتحها قدامكم. انا شارياها من بدري جدا لان طبعا صعب انك تشتري الحاجات دي كلها مره واحده بالنسبه لي. فعندك اولويات. بس كل فتره الواحد بيشتري حاجه بيشتري حاطه في دماغك ان انا ناويه باذن الله اني اوضب المطبخ. فكل فتره تشتري حاجه وحوشتهم. الكيس الواحد فيه ثلاثه. يعني دلوقتي انت انا عندي جايبه ثلاثه يعني كده كأن معايا 9 يعني ده خزين بيت بقى. طيب ندخلها بعدين. هنا ده طلع طبعا من زمان بس انا ما كانش مقتنعه بيه. بس بعد كده شفت ليه استخدامات حلوه بالذات لو للنسكافيه لو انت عايزه رغوه يعني لو ليكي روقان انك تعملي رغوه للبيض للكيك. بالذات ان انا يعني عندي مضرب البيض بس مش عارفه ليه مش بميل لاستخدامه. بحب دايما اشتغل بايدي. بصي اهي اللي هي كده اهي. فهي عجبتني فانا اشتريته. ده بكام؟ لا مش فاكره. بس انا عجبني ان حتى المهبط بتاعه سلستين. ان شاء الله يطلع ممتاز يطلع حلو. طيب بصراحه ربنا هو الجروب حلو وكل الحاجات اللي فيه جميله. طيب دي اللي هو الفلتر بتاع الحنفيه. اهو اهي جواه زي مروحه كده. معرفش بقى دي بتعمل حاجه للميه ولا دي ديكور مش عارفه. في زي سوست اهي. بصوا زي بيطول. ده بيطول ما شاء الله. بصوا. وبعدين بتيجي انت لما تكون عايزه اهي كده بتيجي اهي. ومن هنا ليه داخله سيليكون كده اهو. بلاستيك تحسيها مايله للسيليكون اهي. انك بتدخلي فيها الحنفيه اهي. تمام اهي. وبعد كده تقفليها كده اهو. لو انت مش محتاجه الطول ده كله ما شاء الله. بصي لو انت مش محتاجه الطول ده كله بتروحي قافلاه. طيب هنا انا ما استعملتهمش قبل كده بس شايفه الكل بيستعملوا بيشكر فيهم. فقررت ان انا اجرب استعمل الاكياس بتاعت الحلواني او الاكياس بتاعت الحلواني حسب اللي هو حسب ما مكتوب عليه ان هو العلبه جواها 3 اكياس. دي انا كنت جايبها عشان لو حاجات مشويه او كده. فانا ما اعرفش برضه هفتح قدامكم واشوف هل فيها 3 اكياس زي ما مكتوب ولا حجم الكيس حتى ايه ما اعرفش. ما فتحتش اشتريت بس اهي. هي فعلا فيها واحد. نعد معاهم. ده ايه ده؟ لا ده كبير ما شاء الله. بصوا ادي واحد ادي 2 ادي 3 حجم الكيس كبير ما شاء الله. هو مكتوب عليه لارج. طب احنا ندخله بعدين عشان ما نضيعش وقت. وانا جايبه منه كيسين. انا جبت علبتين منه او الباكيتتين دي منه لاني ما كنتش عارفه جواه ايه الدنيا. بس دلوقتي الباكيتتين اللي عملتهم 6. طيب هو كده حلو جدا. اسعار ايه بصراحه انا مش فاكره. طيب انا جبت المقص ده لاني بقى ايه الواحد خلاص لازم يعتمد على حاله ولازم يبتدي لو عايز يخلي لو عايز يقطع. فبتطلع عيني ان انا اقطع الحاجه لوحدي. لو لا اي حاجه لحمه اي حاجه فبتطلع عيني. فقررت ان انا اشتري المقص ده. هو المفروض ان هو مقص فراخ بس هو حد يقطع اي حاجه عظمه او اي حاجه اهي. هو بيبقى مفتوح كده وليه شبكه اهي. ما كل ده لسه بستخدمهوش اهي. المقبض بتاعه سلستين. بتاع المقص نفسه سلستين. احلى حاجه عجبتني فيه وخلتني اشتريته ان السلستين بتاع المقص مش على قد كده ودي ايد عاديه. لا ده هو جوه الايد لغايه المقبض لغايه القفل والفتحه بتاعته اللوك بتاعه اهي. يعني لو الايد جرالها اي حاجه فانا المقص بتاعي خلاص ما وقفش ما بص هو شغال. ممكن اركب له اي ايد تانية او استخدمه باي حاجه تانية. هو حد ولا مش حد؟
مش عارفه، نجرب مع بعض. هو بيفتح لوحده تحت حاجه دي. ناس شاطر شاطر. ادي المص. طيب تعالوا نشوف بقى كده. انا بتهيألي الحاجات الرفيعه خلاص خلصت. تعالوا نشوف جبنا ايه بقى من الحاجات الكبيره. جبت دي فيها صوره. دي عباره عن دورين بتلف. انا كنت جايباها على اساس ان انا احطها في المطبخ واستعملها، احط فيها تلمي لي ازاز الخل والزيت والازاز الرفيعه. هي عباره عن الدورين اهو. دي الثلاث حوامل بتاعهم. الدور اللي فيه القرص اللي بيلف اهو، وده الدور اللي من فوق. تيجي اهو دور وتعملي كده وهنا ليها برضه نفس الدخله. اهي وهي بتلف اهي. هي الحجم بتاعها حلو مش وحش يعني. لو في ازاز زي كده اهو، انا جايباها عشان احط فيها الحاجه بالطريقه دي، بدل ما اشيل واحط في الازايز اهي كده وابتدي الف بيها اجيب الازغات عندي. يبقى انا هحط فيها كده الازايز، خل، صوصات براحتك. هنا ممكن تحطي برطمانات صغيره يعني، حاجات زي كده مثلا. هي عجبتني ان المساحه هنا طويله فتقدر تشيل ازايز مرتاح. طيب شوف حاجه غيرها، طبعا كل اللي اتفتح ده هيتلم في علبه بعدين. طيب دي بقى مش للمطبخ ولا الحمام، دي طقم بلاستيك. انا بميل للحاجات اللي هي ليش اشتريها استعمال وارمي. بحب الحاجه اللي تقعد اغسلها واستعملها تاني وتاني. فده طقم للادوات بتاعت ايه، مش ادوات، ده طقم غيارات داخليه بيتحط في الدولاب او في الدرج. يعني لو عندك درج تحطيه، لو ما عندكيش درج وعندك اللي هو الدواليب او اوضه النوم بتاعتك نظامها رفوف برضه تقدر تستخدمها. نفتح كده ونشوف ايه ده. 3 علب. معلش احنا بنرمي يمكن ننضف، معلش. ادي علبه هي كل حاجه بتهيألي محطوطه دي طيب نيجي هنا. كل علبه كمان ليها غطا عشانك بتحطي الحاجه فيها و قافلاها ما يبقاش فيها تراب. والغطا ده على فكره ممكن تستعمليه، يعني لو انت مش هتستعمليه الغطا بتاعها ممكن هو بلاستيك بتاعه قوي، ممكن استعمل ان انا احط عليه حاجات. لو هجمد حاجه في الفريزر صوابع او بانيهات وكده احطيها جنب بعض تتجمد وتبدأ تحطيها في كيس. ده لو حبيت تستعمليها او تستعمليها كده مفيش مشاكل. طيب ادي اول علبه. الغطا نظام ان هو بيدخل جواه مش لوك، يعني مش بيقفل، يعني مش هيبقى بصي مش ان انت مثلا تحفظي فيه اكل وشرب، لا نهائي. البلاستيك بتاعه حلو وقوي، لا قوي. ادي ايه دي اللي بنحط فيها الحاجات الداخليه زي كده، باينه البراها دي مثلا بتحطي فيها الرفايع اللي بتقعد تايهه منك او تقعد تتكش زي البراهات وبتتنكش. هي انتوا فاهمين خلاص. دي بتحطي فيها البرا بدل ما هي بتقعد تسرح وتبهدل الدنيا كده في الدولاب وتقعد بالعبكه، انت تقدري تخلصي منها وتحطيهم في الصندوق ده من الترتيب. وزي ما هو شايف باين كده هنا اهو. ادي اول علبه. شوف العلبه الثانيه. العلبه دي بتاعت الانضارات، انك ترتبي الانضارات بتاعت اهي. هي متقسمه كده اهي، يعني مش بشيلها، لا انت بتحطي تبرمي كل واحد وتحطيه. طب انا مش عايزه حاجه زي كده، ممكن استعملها للشرابات لو عندي شرابات كتيره هتفيدني برضو. يعني بصوا انت اشتري البندانات اللي البنات دلوقتي بيستعملوها. بصي انت دي ليها كل الاستعمالات. على راي واحده لذيذه حبيبتي كانت تقول ايه، لعبيها كل الالعاب.
هي دي تلعبيها بقى كل الالعاب. عايزه تحطي فيها اكسسوارات حطي، بس هي التقسيمه بتاعتها انا جايباها للدولاب. ممكن نحط فيها الشرابات والبندانات، يعني مثلا ما عنديش بندانات كتير فممكن اخد صف كده بندانات وصف شرابات براحتك، بدل الحاجات دي الرفيعه قوي اللي بتدوب. وادي العلبه والغطا بتحطوا على بعض. العلبه الثالثه تاني نفس النظام. هي نفس النظام برضو متقسمه، تقسيم منها فيها، وبرضو بتستخدميها للاندرات، للبندانه، للشرابات، تستعمليها زي ما انت عايزه. تدي ولادك كل واحد علبه يحط فيها بنداناته وشراباته. هي بتلملك الحاجات الرفنعه اللي بتزوغ بتدوه وبتدوري عليها ما تلاقيهاش. ادي بالنسبه للطقم ده، وعملي لانه مش اكياس، ومش اللي هو الحاجات اللي زي القماش اللي هو بتتلعبك كده وتحسيها بتتكون بتضايقك. حاجه اهي حط فوق بعض وشغال زي الفل على كده. وطبعا هما شكلهم حلوين جدا، وفي الاستعمال طبعا هيبان اكتر هما حلوين. هنا اشتريت صينيه البيتزا دي، الصينيه الخشب دي. عندك بيتزا، عندك فطير بتحبي تقدميه، جلاش، بسبوسه، تورته، يعني اي حاجه. هي صينيه تقديم خشب شكلها شيك، تقدري تحطي عليها اللي انت عايزاه. تمام. وبالتالي التنظيف بتاعها سهل، يعني مش عارفه بقى دي بتعرض لميه ولا لا، هقرا عنها واقول لك دي بتتغسل بالميه ولا لا. طيب عمالين نحط جنبنا. طيب بصوا بقى هنا، ده طقم تسالي على شكل اناناسه. ده طقم تسالي على شكل اناناسه، بتحطيه لحاجه رمضان، للفطره، للبسكوت والكحك لما يكون عندك، يعني براحتك شوفي انت. هي طقم هو المفروض ان هو طقم التسالي. بصوا على شكل اناناسه، وده الاستخدام بتاعه زي كده. انا مش عايزه افتحه علشان وارد اني ما استخدموش اشيله بنت من بناتي، يعني عشان كده مش عايزه افتحه، لان عشان حاجه تفرنعه وما تدوبش. طب هنا دي انا جبتها تفاريح كده عشان رمضان اهي، بدل الفوانيس والكترة خلاص انا ولادي كبروا، فجبت دي. دي جو ظريف. شكلها جميل جدا، شمعة اعياد بلاد، يعني خلاص الواحد بدل فانوس. انا مش عارفه ليه بدها، حبيتها اكتر يعني تجديد، ان هي نازل عليها الشمع يعني سايح. شمعة جميله بصراحه، عجبتني جدا جدا جدا. حبيتها خلاص، انا اولادي كبروا ما عادوش بتوع فوانيس، بس حبيت اجيب حاجه كده تفاريحي يعني، فعجبتني الشمعه دي قوي. وبعدين ما بتعملش دوشه، ما فيهاش صوت عشان يعمل دوشه، خلاص احنا كبرنا واولادي كبروا وما عادش استحمل ايه وحوي وحوي الكلام ده كله. هو حلو تفريحه على الاقل 3 دقايق، لكن اكتر من كده هيبقى مزعج. فدي ظريفه منها، جبت حاجه كده تفاريحي وما فيهاش اي دوشه. طيب هنيجي هنا، دي انا اشتريتها بس لسه ما استعملتهاش. اشتريتها على فكره، اشتريتها اول الشتاء، بس ما مش عارفه ليه ما استعملتهاش، ما احتاجتهاش يعني. بس عامه هي كده عندي، انا خلاص وقت محتاجها. دي وباره بالكهرباء، ما حدش يقول لي بكام، لان زي ما قلت لكم انا جايباها اول الشتاء. طلبتها كذا اوردر، لما في الاخر لقطت الحمد لله جت معايا، والحمد لله انا جابت اللون اللي كان نفسي فيه اهي. بالكهرباء بفيشه، الحمد لله يعني على حظي ان هي جت اللي بفيشه. انا كنت طالباها وما كانش فيه بالفيشه، وكانت اللي موجوده بالبطاريه بالشاحن، اللي هي وصلة الشاحن، فقلت خلاص امر الله جبتها. ولكن الحمد لله والشكر لله، يعني هي رضا من عند ربنا، اللي جاتني بالفيشه، ففرحت جدا 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 بيها. ده الغطا بتاعها. دي المفروض ان هي بتشغليها، المفروض ان ده الزرار بتاعها، انا ما استعملتهاش. والفيشه طبعا احنا حاطه فيها النور فمش هينفع. ده المفروض انك بتشغليها وبتمشي بيها على الحاجه اللي عندك متوفره، بلوفر،
بنطلون اتوبر من الولاد، الحجر اللي ساعات بيعمل ساعات هنا الباديات نفسها مع الاستعمال. بص ليها وبري في الحتت دي مع الاحتكاك، بتيجي تمشيها كده على اي بادي قطن. يعني كل اللي سمعته عنها حلو، يعني كل ده تشكر فيها. المفروض ان هي بتلم الوبره وبتحوشها هنا في الجيب ده، ولا اسمه ايه؟ زي جراب، انا مش عارفه. هو بوش اوبن كده لتحت، اوبن تحت اهي اهي. يعني هي مش مفتوحه على، لا هو زي جيب كده بيتحط، بتلم فيه وبعدين بتنفضيه وبعدين بترجعيه بقى. تمام. هي دي بتتفتح غالبا. أنا بفتح معاك والله اول مره والله افتحها اهي. هي زي شفرات الموس خفيفه كده اهي. ادي واحده اهي. هي متقعش، ما اعرفش اركبها تاني لغايه ما افهم لها مع نفسي كده. ده الغطا بتاعها. هنا ايه بقى؟ نشوف بقى معاها ايه. معاها واحده تانية زي اللي كانت جوه اهي. يبقى هي معاها غيار 3 مواس، معاها الفرشه اللي زي بتاعت البراون كده مع السنيك، ايه تنضفي بيها المكنه. نرتبها بعد الفيديو طبعا. كل ده الزحمه دي هتترتب بعد الفيديو. مش عارفه اخر حاجه، لا مش اخر حاجه. اشتريت ده للمطبخ، لان الواحد لما بيشتري على فترات بتبقي ناسيه انت اشتريتي ايه. فانا بصراحه نسيت خالص ان انا اشتريت القرص اللي بيدور ده. وطبعا انا اكتر حاجه مضايقاني في المطبخ هي الازايز بتاعت الزيت والحاجات دي، عايزه المها في حته، عايزه احطها قريبه من البيت. قررت ان انا اشتري ده اللي هو الادوار. باين باين هو ده باين اسمه. المفروض ان هو تشتريه طلعه كله ولا ايه اللي انت اهو. انا هطلعه وبحطه بعدين اهو. اللي انا لاحظته ان كل رف محطوطه الاثنين بتوعه جواه. يعني بصي اهو ده 2 جواه، وهنا برده ده الاثنين بتوعه جواه. انا مش فاكره اشتريته بكام رف، صراحه حاجات كتير الواحد عشان بيشتريها على مده كبيره مش فاكره بالظبط. ده انا جايباه 4 ادوار. بصوا اهي، وده برده الاثنين بتوعه جواه. طيب هنا ده جواه ايه؟ الاربعه العجل اهو. ده جواه العجل اللي هو هيبقى كده بقى ان شاء الله باذن الله. ده عايز ايه بقى بنتي حبيبتي اللي بتحب ايه تركب الحاجات الصغيره دي، اللي هي كل واحد عايز يقول اللي عايزه خلق. مش عارفه ايه دنيتها، شوف بتتركب ازاي، لان انا فعلا مش عارفه ازاي بتتركب. هي غالبا بتتركب دي بتتحط هنا اهو. بنتي ورتني ازاي بتركب. العلم نور، يعني الواحد في ناس بتفهم، كل واحد يدي تخصصات اهي. اللي هي ازاي بقى؟ تعالوا احنا نركب مع بعضنا واحده. انا كنت بركب كده، لا قالت لي ايه بالنص. فهو فعلا هتلاقي العجله فيها من ناحيتين حاجتين كده بارزين اهي، وتدوسي عليها كده اسمها التكه دخل، وهي واحده ثانيه اهي. فهو كده. طيب في الاثنين دول هيجوا بقى في اول رف من فوق علشان ما تبقاش الجزئين دول مفتوحين. فانت بتيجي تعمليهم ازاي بقى كده. ادي واحده ودي الثانيه. يبقى كده ما يبقاش زي الجيب يدخل ميه او حشرات. والله لو هو وسعه حلو وانت بتستخدميه في كبريت ولا في حاجه استعمليه. ما انا بصي كل حاجه في المطبخ ليها 1000 استعمال. طيب ده بالنسبه لده. بالنسبه للعجل ده بيتحط كده. العجل بيتحط ازاي؟ العجل بيتحط اكيد في دي. العجل هيتحط هنا. هو مش عارفه يتحط كده.
نستعين بصديق برضه هو لا يركب لنا. نفس الصديق اللي عمل العجل هو نفس الصديق اللي احنا هنستعين بيه يركب لنا ده بيتحط فيه. بس اللي انا شايفاه ان هو هتبقى كده، ده هيبقى كده، ده كده، وده بيتحط عليه كده. نفس فكره الادوار على فكره، نفس الفكره يعني، هو اللي زي المكعبات كده اهو. وهنا يتحط بقى الازايز والحاجه. طبعا انا هيتحط كله كده، وفي الاخر هتتركب دي. انا مش عارفه هتتركب ازاي. اهي هنا اهو، دي بتدخل هنا بقى، بس عايزه حيل يعني اكون فايقه لها. اهي هتدخل، وبعد ما تدخل عشان تشيل على دراعك، وبعد ما تدخل هيبقى ايه سهل في الحركه. ده انا عايزه احطه جنب يا هحطه في المطبخ للازايز، او ممكن احطه في الحمام للشاورات والحاجات للبنات يعني، او للبيت يعني. لسه برضو ما حددتلوش مكان، بس هي الحاجات اغلبيتها للمطبخ والحمام. طيب ايه تاني؟ اهو حتى الفك بتاعه سهل على فكره، ده مش صعب يعني. نحطه فين؟ نجيب الحاجات اللي هي الألفانية اهو، نحطه هنا. يجي علينا العيد بخير، يجي علينا رمضان بخير، كل سنة وانتم طيبين، الأمة الإسلامية جميعا بخير. هنا ده الطبق اللي هو طبق ايكيا او طبق ايكيا حسب ما بيتقال عليه. انا جبت واحد قلت اجربه، ولو حبيته قلت هجيب واحد تاني، اللي هو زي صينيه يعني، ممكن تحطي عليه الحاجات اللي هي بتاعت الاكل والشرب في رمضان، التمريه وكده، وممكن تحطي وسطهم الشمعة دي كده مثلا. ده لما تكوني رايقه اهو، يعني تكوني رايقه مثلا، تحطي شمعايه زي كده في النص، ونحط هنا بتاعت التمر، نحط الفطره اللي هي شويه مكسرات ملخبطين، ده لو جبنا مكسرات والله يعني هي بالظروف يعني. رمضان ده الاسعار جامده جدا، كلنا عارفين ان الغلا جامد جدا، فهي الحاجات دي جت من عند ربنا، اكيد الاسعار بتاعها بقت مضاعفه مضاعفه مضاعفه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني. لو ذاكرتي صح، انا كنت جايبه دي بحاجه و50، ما اعرفش حاليا بقت بكام يعني. لو ذاكرتي صح دي كانت بحاجه و50 جنيه، ببطاريتها بدنيتها بكله. حاليا دلوقتي بكام ما اعرفش. برضو دي نفس الحكايه. ده برضو انا مش فاكره بكام بصراحه، عشان مريت ده انا خالص مش فاكره بكام، بس هو شكله ظريف وحبيته يعني. في منه كان الابيض وفي منه الاسود، فانا اشتريت الابيض لاني انا من نوع بميل للفواكه. اخر حاجه جبتها، انا مدمنه علب بلاستيك، مدمنه العلب البلاستيك اللي عندي شبه الادمان، مش عارفه ليه. بحب احفظ حاجتي بيها. انا مش من النوع اللي بحب اشتري الحاجه اللي استعمال مره وارميه، اللي هي الاطباق الفل وكده، ماليش في الفل ده خالص، ما بيدخلش ذمتي نهائي، بحسه فلوس مهدوره. فبحس ان الحاجات دي عمليه، اني باخدها اغسلها واستعملها مره واثنين وعشرة لغايه لما تقول مش نافعه، ما تقولش اهي. ما شاء الله البلاستيك بتاعها حلو. الطقم ده الوطنيه، والوطنيه ما شاء الله اثبتت جدارتها حلوه جدا اهي. وبرده من جروب بتاع رفيعكم، مليان مليان. بصوا البلاستيك بتاعتها روعه، الرسومات بتاعتها حلوه جدا. انا كنت اشتريت دي اللي عليها الكريز، الغطا بتاعها محكم ما شاء الله، قفلته حلوه جدا. تقدري تحطي فيه اي مجمدات انت عايزاها، اي اكل انت عايزاه. مش عارفه، بس انا عندي ادمان شراء العلب البلاستيك. بحب المنظمات والعلب البلاستيك بطريقه غير عاديه. بفرح كمان لما بلاقيها شفافه عشان ابقى شايفه جواها ايه، بس بصراحه هي كانت حلوه جدا وعجبتني. انا كنت جايباه عشان احط فيه حاجه في رمضان، بس بالاسعار دي هو ممكن نستعمل فيه اكل، وكده كده بينفع كل حاجه، لان الاسعار الحلوه اللي نازله دلوقتي دي مش بظنش انها بتاعت ايه. وبرده باكد ان كل الحاجات اللي انا جايباها دي من جروب رفيعكم، اللي انا هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو باذن الله. جروبي حبيبي، جروب اونلاين، جروبي انا حبيبي. وادي العلبه الصغيره دي، طبعا دي منقذه في المطبخ، دي ممكن تشيلك
يعني مش عارفه هل نص كيلو لحمه، مش عارفه تشيل قد ايه يعني، مش بعرف قوي بالميزان، بس تشيلك حاجات رفيعه. ممكن تحطي فيها بقوليات، حبه بقوليات قليله، حبه لسان عصفور قليلين عندك، يعني ممكن بصي اي حاجه دي تستعمليها، اي حاجه الغلق بتاعها رائع. يعني بصي اهي، بصي عشان افتحها، بصي اهي، يعني مثلا اهي، فهي ليها هنا داير، ليها هنا داير، من هنا اسحب. لما بكون عندي حاجه ممكن تفومي فيها توم، تحطي فيها شويه توم وتحطي فيها، بس خصصيه بعد ما تبقى حته توم. ممكن تعملي بصل، بصي مالهاش اللي انت عايزاه. الطقم ده كان 4 قطع، مش فاكره كان بكام، بس وحاليا طبعا اكيد مش بنفس السعر اللي اشتريته بيه اكيد. يعني بصوا الحاجات دي والله العظيم، والله بجد جت على مراحل وجت لقط، وبالنسبه للاسعار اللي انا شايفاها انا معتبره نفسي ربنا اداني كنز من غير ما احس. معانا ايه تاني؟ معانا الغطا بتاع الميكروويف. لو عندك ميكروويف ده بيخلي ده بيحافظ على الاكل من الطرطشه واي حاجه تبوظ لك الميكروويف. فما عندكيش ميكروويف طاير في دماغك عايزه تحطيه على الاكل، عندك حلويات، في اطباق للحلويات. بصراحه انا هو جاني كده، هو جاني هديه، بس انا ما عنديش ميكروويف، بس انا ممكن استعمله على ايه بقى؟ عندي طبق اكل ولا حاجه مكشوف، حاجه مش هتخش الثلاجه، شويه فاكهه خايفه عليهم من الدبان والقرف، ممكن احطها كده عليهم. طبعا في حاجات كتير، بس هو علشان كده عندي هستعمله. لكن ده بلاستيك صحي على فكره، ان هو رقم 5. بتحطي عليه، بتغطي بيه الاكل وكده، لو الاكل ولا اي حاجه داخله في جوه الميكروويف بتطرطش او بتطلع حاجه، فبيبقى فيها هو تغسليه بالاسبونشه وخلاص على كده، ويبقى الميكروويف بتاعك سليم. واخر حاجه معانا هي المنظم ده بتاع الاكسسوارات. هنا ليه حامل، لو انت عايزه تعلقيه في شماعه ولا في اي حاجه، هو بيدفي طبعا مش قافله كويس اهو، اهي بتحطيه كده. لو انت بعد ما تحطي حاجه فيه وتعلقيه في اي درج او تستديه في الدرج براحتك، بيتفتح من الناحيتين اهي. ادي الناحيه دي مثلا مليان مربعات، بتحطي فيه هنا مثلا سلاسل، خواتم، اي اكسسوارات رفيع عندك، فلوس فكه، اي حاجه صغننه، خرزه وقعت وانت بدل ما تتوه منك وترجعيها، الحظاظات بتاعت البنات، اي حاجه حجمها رفيع وتخافي انها تتنتر منك اهي. هنا اهو هي من الناحيه دي والناحيه الثانيه اهي، غطا تاني اهي. دي بقى ايه بالطول، يعني بصي دي بالطول، عشان يعني لو هنا خواتم حاجات رفيعه، وهنا الحاجات اللي ايه عايزه مكان اهي. سلاسل، حطي عقد، معرفش بقى كل البنات زي لو فتحتي الاثنين اهي، بتفتح الاثنين اهي. ايوه انا بشوفها دايما في الاعلانات بتاعتها بتبقى واقفه كده، ان هي بتتفتح من الناحيتين، الناحيه دي اهي اللي هي طويله، لا هنا واحده طويله وهنا واحده طويله، وهنا المربعات، وده غطاها وبتفكي عليه كده اهو، وكده ايه بيتكبش. ودي من الناحيه اللي هي طويله وبتتقفل. طبعا هي كل الالوان، بس هو ده اللون اللي جابته بنتي يعني. هي عمليه، ممكن انت ومسافره في شنطه سفرك تحطي اكسسواراتك وحاجتك اللي هتحتاجيها، ما تتبهدلش منك في الشنطه. ممكن تلمي حاجتك في درجك بدل ما تبقى منطوره في كل حته. الحلقان بتاعت البنات الصغننه دي والبريمات برضو، هي بصراحه هي ممتازه. سعرها كام برضو معرفش. وبكده ابقى اكون خلصت الفيديو بتاعي. يا رب ما اكونش تقيل عليكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم القناه بتاعتي تابعوني على قناه بوسي حافظ. الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لي لايك، ويا رب اكون افدتكم في الحاجه. ولو حد هيفكر انه يجدد تجديدات خفيفه طبعا على قدنا، الدنيا غاليه، العمليه مش سهله انك تجددي وتصوري اي حاجه. هي سنه سنه زي ما اشترينا الحاجات دي سنه سنه، برضه هنعمل تجديدات سنه سنه، بس الواحد بيعملها علشان تغيري من مودك وتغيري من نفسيتك وتبقي قاعده داخله المكان مبسوطه. الحاجات تبقى سهله، الحاجات تبقى فيها توفير، وكل واحد ودماغه يعني. واخيرا السلام عليكم.